حماتي ملاك. ملا حماتك يا ستي بتغير مني جدا وبتعمل مشاكل كتير بسبب الغيرة. اول حاجة لازم نعرف ان مشاعر الغيرة دي عند كتير من الحموات بتبقى طبيعية، خصوصا لو هو ابنها الوحيد او لو ولد على بنات كتير او لو هو الكبير، فدي بتبقى مشاعر الى حد ما طبيعية وموجودة عند كتير من الحموات، في منهم اللي بيقدر يتحكم فيها وفي منهم اللي ما بيقدرش يتحكم فيها. طيب، نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها ان احنا لازم نقدر المشاعر دي، لان احنا مش عارفين احنا قدام لما نكون حموات يا ترى مشاعرنا هتكون عامله ازاي، يا ترى هنغير على اولادنا ولا هنعمل معاهم ايه. مش هنفضل طول عمرنا مرات ابن، مسيرنا هنكون في يوم من الايام حما، فلازم نقدر المشاعر دي. نقطة ثالثة، لازم زوجة الابن اللي عارفة ان حماتها بتغير تاخد بالها من امور معينة، وهي بلاش الدلع الكتير مع جوزك قدامها. الحركات بقى اللي انتوا عارفينها، اظبط له في شعره، اظبط له هدومه، احط له لقمة في بقه، والحركات دي ما ينفعش طالما حماتك بتغير. نقطة تانية خاصة باللبس، بلاش تلبسي لبس مفتوح قوي قدامها وتقعدي تدلعي قدامها والحاجات دي. اكيد ممكن مشاعرها تتضايق شوية او تغير، خصوصا لو هي اصلا غيورة، فالمشاهد دي قدامها اكيد هتضايقها. فحافظي على علاقتك بجوزك قدامها علاقة طبيعية ما فيهاش لا دلع ولا افورة ولا لبس مفتوح زيادة عن اللزوم. نقطة تالتة ومهمة جدا، لازم تحسسيها ان انتي فعلا بتحبيها بجد، وانك ممكن تستشيريها وتاخدي رأيها في حاجات انتي ما عندكيش مشكلة ان حماتك اصلا تعرفها. من هنا هتحس انك معتبراها حد منكو جدا، وان انتي ما جيتيش وخدتيه منها زي ما كتير من الحموات بتقول بعد ما اكلته وشربته وعملته وكبرت تيجي واحدة تاخده مني. لا، انتي مش خدتيه منها ولا حاجة، بالعكس ده هو جابك وبقيتوا انتوا الاتنين منها واضافة ليها وبقيتوا عيلة جميلة مع بعض. بلاش تحسسيها انك فعلا مسيطرة وخدتي يعني تحت جناحك زي ما بيقولوا كده، وكل امور حياتك مش عايزة تعرفيها اي حاجة عنك، ودي تفاصيلي ودي خصوصياتي مع جوزي وملكيش دعوة. الطريقة دي اصلا تخلي اي حد طبيعي مش اللي بتغير بس يتضايق، فما بالك من الحما الغيورة. خدي المواضيع كده بذكاء، خلي عندك ذكاء وحكمة في طريقة التعامل مع الحما الغيورة، تقدري تكسبيها في صفك وهتقدري كمان من بعدها هتكسبي جوزك.